بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حتى ولو كان الشرع يغيب في بعض الأحيان التي تتشنج فيها النفوس وتضيق فيها الصدور، فإن العبد لا يعدم أبدا عقلا يمكن أن يعقل تصرفاته في اتجاه الانفجار على إخوانه. إذن فالعقل إنما سمي عقلا لأنه يعقل هذه النفس فيمنعها من الجموح. هذا مسألة مهمة. ثم إذا أضيف إلى العقل أننا أمة واحدة، وأن الشرع يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فالله تعالى يؤكد على أن هذه أمة اعترفت بها أم لم تعترف بها فهي حقيقة، لأنها وردت في كلام الله ولن تجد لكلمات الله تبديلا. الأمة ظاهرة، كل من يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، كل من يعبد الله تعالى ويوحده ويجتمع على شريعة الإسلام، منطلقه القرآن وغايته إرضاء الرحمن، في أي مكان وجد، في أي زمان وجد، فهي أمة واحدة، هي التي سلكت الطريق المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله، غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو إن شاء الله تبارك وتعالى الحقيقة التي يحاول البعض إخفاءها وإثارة النعرات عياذا بالله من أجل تفكيك الأمة في الداخل لتنفيذ مشروع أعداء الله تعالى، لكي يشكلوا داخل صرح الأمة معولا للهدم من الداخل. فليحذر الإنسان أن يكون معولا بيد شياطين الإنس والجن ليهدم صرح هذه الأمة العظيمة التي ستبقى إلى آخر الزمان. هذه إن شاء الله تبارك وتعالى افتتاح وتمهيد لما أريد أن أدلف إليه. أولا، إن الصوت العالي المرفوع الذي كان يميز العلاقة بين بعض هذه الدول العربية كان صوتا فيه تشنج، وكان الإعلام الذي يستعمل إعلام عياذا بالله لا يخاف الله ولا يراعي هذه الحقيقة، فهو بذاته عند بعض الدول كان يعمل على شحن هذه النفوس وملئها بالغضب والحقد والحسد والدعوة إلى العصبية الجاهلية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعض ما يسمى بصناع المحتوى في ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، كانت هنالك نبرة والعياذ بالله مرتفعة حادة تسلق بألسنتها بعضها البعض وتثير الفتن وتحيي النعرات الجاهلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وكنا نتحدث ونقول: أيها المسلمون اتقوا الله، يا صناع المحتوى اتقوا الله، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فكيف لا تعرف أن الكلمة أمانة، وأن العبد عياذا بالله قد يتكلم بالكلمة من سخط الله؟ وهل هنالك سخط من الله أعظم على من يسعى لتفتيت الأمة عياذا بالله من الداخل؟ فإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خريفا في جهنم. كنا نقول: عليكم أن تحذروا هؤلاء، لا تجاروهم، حاولوا أن تركزوا على المسائل الإيجابية، على المسائل التي تجمع لا التي تفرق، على المسائل التي تقوي لا التي تضعف، عن المسائل التي توحد الصفوف لا التي تفرقها. وكنا نقول: هذه مسؤولية من أولاه الله تعالى أمانة الكلمة وسخر له هذه الوسائل لكي يتحدث في شأن العام ويتحدث في خصوصيات العلاقات بين هذه الشعوب. لا إله إلا الله. لكن كانت طبعا هذه الدعوات كنفخة في رماد أو كصيحة في واد. فيشاء ربك سبحانه عز وجل في هذه الأيام أن يشهد المغرب افتتاح ما يسمى بمباريات كأس العالم، كأس إفريقيا في المغرب. فيشاء ربك سبحانه عز وجل أن تأتي
بعض هذه الجماهير الإفريقية إلى المغرب لكي تلتقي على هذه الأرض التي تجمع الحضارات، والتي تعمل على تأليف القلوب، والتي تريد أن تتجاوز كل هذه الفخاخ التي ينصبها من لا يريد للأمة أن تجتمع. فسبحان الله سبحان الله، يشاء ربك، وهذه إن شاء الله تبارك من بركات هذه الأيام. وإذا شئت أن تقول حتى هذا اللعب الذي يمارسه هؤلاء يستثمر إن شاء الله استثمارا طيبا من أجل ردم هذه الهوة التي حاول البعض عياذا بالله أن يوسعها بين الشعوب، وأن يوسع عدم الثقة بين أبناء الشعوب العربية والإسلامية والإفريقية على حد سواء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنيران الفتنة خاصة بين الشعبين العربيين المسلمين المغربي والجزائري كان له الحظ الأوفر في هذه المعركة التي يديرها بعض الناس، ويشعلون فتيل هذا الخلاف الذي ليس موجودا أصلا بين الشعبين المغربي والجزائري وكافة الشعوب الأخرى. فيشاء ربك أن يأتي بعض الجماهير الجزائرية مرحبا بها في هذا البلد مع الجماهير الإفريقية لكي تلتقي في هذا العرس الكروي كما يعبرون. لا إله إلا الله. ثالثا، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أصبحت أرى أن هذا العرس الكروي هو فرصة ومناسبة لتجسير الهوة بين الشعوب وخاصة بين الشعبين. فبفضل الله تبارك وتعالى وعلى أرض المغرب شكل هذا اللقاء بين الأشقاء فرصة للتلاقي على هذه الأرض، ومنها إخواننا بإذن الله تبارك وتعالى. وسمعت كلاما يثلج الصدر من كثير من المتدخلين من أبناء الشعب الجزائري الطيب المرحب به، فبارك الله فيه وبارك في هذه التصريحات الطيبة المباركة. سمعت للكثيرين منهم يتحدث بنبرة أخوية مباركة، وإلى الحد الذي يعني تفاجأ بعضهم حينما رأى أن الشعب المغربي والشعب الجزائري هو شعب واحد، يجمعهم الإسلام، تجمعهم الغاية، يجمعهم القرآن، يجمعهم كل شيء. ولذلك رأينا بإذن الله تبارك وتعالى سبحان الله سبحان الله صورا طيبة مباركة أصبحت الآن تشكل نقلة نوعية في الوعي الذي ينبغي أن نستحضره في مثل هذا الظرف، ونستحضر في الذاكرة حينما نلمس هذا الشعور المتبادل بين الإخوة. نلمس كم هو مذنب ذلك الذي عياذا بالله يختط خطا آخر ويسلك سبيلا آخر هو سبيل التفرقة. ويتساءل المرء المسلم أية نتيجة يريد أن يصل إليها، أي عمل يريد أن يقدمه لأمته غير مشروع أعداء الله التي يقوم بتنفيذها في الأمة سواء عن وعي أو عن غير وعي. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالحمد لله شكل هذا اللقاء على أرض المغرب فرصة لتصحيح ذلك المسار الذي اختطه في بداية الأمر بعض من يسمون بصناع المحتوى بتلك العبارات والمواضيع والنبرة المملوءة بالشحن شحن هذه النفوس بالبغضاء وإحياء النعرات الجاهلية. شكل هذا اللقاء فرصة لمحو أثر كل ما عملوا هؤلاء. فسبحان الله سبحان الله، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
أمة رسول الله أمة واحدة، أحب من أحب وكره من كره. إما أن يلتحق الناس لكي يحققوا مراد الله من عباد الله المسلمين من وحدة في الصف، وإما أن يظلوا عياذا بالله يراوحون أمكنتهم خداما ذليلين لأعداء الأمة للعمل على تمزيق الصف. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه إن شاء الله تبارك وتعالى اللحظة بالضبط نستحضر كلاما قاله وزير الميزانية والمكلف بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع. فتصريح صارت بذكر الركبان وتحدث عنه حتى إخواننا المرحب بهم في بلدهم من إخواننا الجزائريين ذكروا هذا التصريح، سمعته منهم حيث قال: نحن نرحب بكل الدول المشاركة وجماهيرها على أرض المغرب، نرحب بهم جميعا جميعا إلا دولة واحدة وجمهور واحد. الله أكبر. لماذا؟ قد يتساءل المرء لماذا؟ لا، انتظر لكي تتم الجملة. قال: إلا بلد واحد وشعب واحد جمهور واحد، إلا الفريق الجزائري، الجزائر وجمهوره الشعب من الشعب الجزائري. لماذا يا الله؟ قال: لأن هؤلاء هم في أرضهم في بلدهم معززين مكرمين. يا الله، إذا كان هذا يصدر من مسؤول من المسؤولين في الدولة، وطبعا يعني هو من جملة الرجالات المشرفين على هذا العرس الكروي في المغرب، يقول هذا، والله إنه لتصريح يثلج الصدر ويرد الأمور إلى نصابها ويصب الماء البارد على نيران الفتنة. فجزاه الله خيرا على هذا التصريح، جزاه الله خيرا على هذا التصريح. فكان له فعلا الوقع الطيب المبارك على قلوب المسلمين أجمعين وخاصة بين الشعبين. فالحمد لله الذي بنعمته الصالحات تتم الصالحات. أولا، إن كانت الكرة تحقق لنا مثل هذا الهدف فالحمد لله. لو لم تحقق إلا هذا الهدف الأسمى لقلنا إن لها من الإيجابيات العظيمة. وهل هنالك من خير أعظم من أن تزيل الشحناء بين هذه الشعوب، أن تفشل خطط من يريد هدم صرح الأمة من الداخل؟ لا والله. فجزى الله خيرا هذا الأخ يعني المسؤول على هذا التصريح الذي تلقاه الناس بالقبول والاستحسان. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.